السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تليفون جديد نزل من شركة ريلمي، والتليفون ده هو ريلمي 13 برو بلس. في الفيديو ده هشرح لكم المميزات والعيوب بتاعته، وتقدر تشتريه بكام ومنين، وهل فعلا اصلا يستحق الشراء ولا لا. يلا بينا بقى نخش على تفصيص التليفون ده. اول حاجة بحب ابتدي بيها زي ما انتم عارفين وهي محتويات العلبة. شركة ريلمي بصراحة مش هتخليك تصرف جنيه زيادة بعد ما تشتري التليفون ده، لأن هي علبتها فيها كل حاجة ما عدا السماعات طبعا. بمجرد ما بتفتح العلبة بتلاقي التليفون وعليه لزقة حماية على الشاشة، زائد إن أنت هتلاقي جراب خامته جميلة جدا، مش الخامات السيليكون اللي كانت موجودة قبل كده، زائد إن أنت هتلاقي الشاحن بتاع التليفون والكابل بتاع الشاحن، وطبعا الدبوس المعدن اللي دايما بيضيع من ميدالية المفاتيح بتاعتنا. فتحنا العلبة وأول حاجة هناخد بالنا منها التصميم. بص، قبل ما اتكلم معاك في التصميم، التليفون ده نازل من نسختين، نسخة جلد ونسخة ازاز. طبعا انا بتكلم على الظهر. التصميم بقى بصراحة انا شايفه شبه الاصدار اللي قبليه بالظبط، ما عدا الخط اللي موجود في ظهر التليفون. انا شايف الخط ده بصراحة مدي للتليفون شياكة، يعني ده وجهة نظري. يعني انا شايف ان الاصدار اللي قبليه كان اشيك بصراحة في التصميم بتاعه. بس زي ما قلت لك ان في اصدار نازل من الجلد واصدار نازل من الازاز، ده بالنسبه لظهر التليفون. اما الفريم بتاع التليفون طبعا جاي من البلاستيك، فده طبعا عشان خاطر يخلي وزن التليفون معاك خفيف. وزن التليفون ده 190 جرام، يعني مش هيضايقك تماما. نيجي بقى لنقطة مهمة، وهي ان التليفون ده معاه شهادة ان هو مقاوم للماء والغبار، وهي IP65. بس الشهادة دي لترطشة الماء والغبار، يعني مش ان انت تغمر التليفون في المية وتقول انا تليفوني مقاوم للميه. لا، التليفون ممكن يبوظ منك كده. وطبعا التليفون ده بيدعم شريحتين بس من غير ما يدعم كارت ميموري. نيجي بقى نقلب التليفون على الشاشه بتاعته عشان نشوف شاشه من احسن الشاشات اللي موجوده في السوق. الشاشه دي بحجم 6.7 انش من نوع اموليد، وبتردد 120 هرتز، وبتدعم ال HDR، وكمان بسطوع تحت الشمس بيوصل ل 2000 نتس. وبالمناسبه برضو عليها طبقه حمايه من شركه كورنينج جوريلا جلاس 7i. شاشة بصراحة ممتازة، مفيش فيها أي مشكلة خالص. الجميل فيها إن الحواف بتاعتها تكاد تكون غير موجودة. نسبة استحواذ الشاشة في التليفون 91%، فأنا شايفها نسبة حلوة جدا بصراحة. وطبعا بما إن الشاشة أموليد، إذن البصمة موجودة تحت الشاشة، وبصمة سريعة جدا ومن أول مرة بتلقط معاك من غير أي مشكلة. وكمان بقى حاجة تزود من حلاوة الشاشة، السماعات اللي موجودة في التليفون ده. التليفون ده فيه سماعات ستيريو سبيكر قوية جدا، تخليك تستمتع وانت بتتفرج على محتوى او حتى وانت بتلعب جيمز. بمناسبة الجيمز بقى، عايزين نشوف التليفون ده اداؤه ايه نظامه. التليفون ده جاي بمعالج من سناب دراجون 7S جين 2. المعالج ده قديم شوية بس معالج ممتاز، مفهوش فيه اي مشكلة، وده بفضل ان هو بمعمارية 4 نانومتر. طيب هل المعالج ده موجه للالعاب؟ هو عامة المعالج ده ضعيف في نقطة الألعاب، بس انت تقدر تلعب عليه عادي جدا، زي مثلا لعبة بابجي تقدر تلعب لحد 90 فريم، مفيش فيها أي مشكلة. بس ممكن يحصل معاك دروب فريمات وانت بتلعب، ده لأن هو المعالج مش موجه للألعاب، مش مطورينه ان هو يبقى معالج للألعاب. فلو انت حابب ان انت تشتري تليفون مخصص بس للألعاب، ما انصحكش ان انت تجيب التليفون ده. طبعا التليفون ده نازل باندرويد 14 زائد واجهة ريلمي الجديدة، وهي ريلمي UI 5. نيجي بقى لأهم حاجة في التليفون ده، وهي بطاريته. أنا بهتم بصراحة بالبطارية جدا. التليفون ده جاي ببطارية 5200 ملي أمبير، بطارية ممتازة جدا، تقعد معاك بصراحة اليوم كله، برضو بفضل المعمارية بتاعة المعالج بتاع التليفون. ولو ما قعدتش معاك اليوم كله، فانت معاك شاحن في العلبة بقوة 80 واط. خلاص بقى زمن ال 25 واط و 15 واط ده انتهى يعني. نيجي بقى لأهم نقطة في التليفون ده، وهي الكاميرات. ريلمي منزلة التليفون ده مخصوص علشان خاطر الكاميرات. الكاميرات في التليفون ده الخلفية 3 كاميرات في الخلف. اول كاميرا معانا ودي الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل، دي فيها مثبت بصر حقيقي OIS.
تاني كاميرا معانا برضو 50 ميجا بكسل، دي الكاميرا تيلي فوتو وبرضو فيها مثبت بصري OIS. تالت كاميرا معانا 8 ميجا بكسل، دي تصور معاك الترا وايد. وطبعا الكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل. كاميرات التليفون ده بصراحه ممتازه، تاخد منها صوره ممتازه جدا، فيها تشبع الوان، فيها صوره حقيقيه جدا، مش هتعرف تعدل عليها بعد ما تاخد الصوره، هتلاقيها لوحدها متعدله. غير كمان ان فيها فيتشرز كتير بتدعم الاي اي تقدر تستخدمها اثناء التصوير. والجميل بقى في التليفون ده ان الكاميرات كلها سواء الاماميه او الخلفيه بتصور فيديوهات لحد 4K ب 30 فريم و60 فريم في الثانيه، والجوده بتاعه التصوير فوق الممتازه. فبصراحه تليفون انا شايفه متميز في نقطه الكاميرات جدا جدا جدا. نيجي بقى لحاجه مهمه برضو لازم تكون موجوده في التليفون ده، وهي ال NFC. التليفون ده بيدعم ال NFC، والمستشعرات كلها موجوده في التليفون ده وبتشتغل بصوره كويسه جدا. محتار انت بقى ما بين التليفون ده وكذا تليفون تاني، هقول لك انت اهتماماتك ايه. لو انت حابب ان انت تشتري تليفون علشان خاطر الجيمز، فانا بقول لك التليفون ده مش ليك. يعني التليفون ده زي ما قلت في نقطه المعالج ان هو مش موجه للجيمز. هو تقدر تلعب عليه مفيش اي مشكله، ده لو انت كل فتره بتلعب لعبه للتسليه بس هقول لك ماشي. انما لو انت عايز حاجه تلعب عليها على طول، لا، انا بقول لك التليفون ده مش موجه ليك. انت تقدر تشتري اي تليفون تاني يكون مخصص للالعاب. بس كتوليفه مقابل السعر بتاع التليفون ده، انا شايفه بصراحه تليفون ممتاز جدا وما فيهوش فيه اي مشكله. ندخل بقى على نقطه السعر. التليفون ده نزل بره مصر من 300 ل 350 دولار. لو انت حبيت تجيبه من مصر هتجيبه في رينج 20,000 جنيه. طبعا هيكون الاصدار بتاعه اصدار دولي، والضمان بتاعه برضه ضمان دولي مش ضمان محلي. كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.